بجد لو عايزة تعملي طريقة فراخ جديدة حلوة جدا هتشوفك، لو انت قررتي تعمليها في العزومات هتعجبك قوي. شايفين عاملة ازاي بجد، وطعمها احلى كمان. اول حاجة هنا هنجيب الصينية اللي احنا هنعمل فيها الفراخ، نحط شوية سمنة على زيت وكم فص كده من الحبهان. هننزل بالفراخ بحيث ان احنا نلوحها كويس او ننشفها كويس الاول بالشكل ده كده. وبعد ما تحسي ان هي بدأت تاخد لون هتقلبي فيها تقليبة كده بالشكل ده. هنا بننشف الفراخ يعني. هنبتدي هنا نشيلها من الصينية، وفي نفس الصينية والمادة الدهنية اللي فيها هنكون مجهزين بصل شرايح وفلفل قطع وطماطم قطع. هنبتدي أول حاجة ننزل بقى بالبصل عشان نكرمله، وهنحط شفت شوية دول سكر صغيرين خالص عشان يساعد في نكرمل بيه البصل بالشكل ده كده. مش هيبان في الطعم خالص ولا هيأثر على طعم الفراخ ولا أي حاجة. أول ما يبتدي ياخد لون هننزل بالفلفل والطماطم كده. دي البهارات: ملح، بهارات فراخ، فلفل أسمر، شوية بابريكا، 7 بهارات دي اللي أنا حطيتهم. هنا كنت ناسية شوية الكركم حطيتهم في الآخر. هنقلبهم، والكركم اختياري يعني، مرة عملتها قبل كده برضو من غير كركم كانت جميلة جدا برضو. هنا برضو هبتدي أقلب الفراخ في التتبيلة دي عشان تاخد من الطعم، واحط شوية مية، نص كوباية مية أو 3/4 مية، واغطيها. وأول ما تغلي كده هبتدي أهدي عليها النار، وكل شوية أقلب فيها بحيث إن هي تاخد من الصوص بتاع الفراخ. دي عاملة كده زي كباب الحلة، بس يعني ايه، كباب بقى فراخ يعني، تعتبر شبه كباب الحلة كده. بس بجد والله جميلة جدا، حلو طعمها حلو وتنفع في العزومات. هنا كده قلبتها، هسيبها برضو على النار شوية. هنا خلاص أنا كده لقيتها استوت وقفلت عليها النار. شايفين طريقة اللون بتاعها أحلى كمان من غير التصوير، تحفة. والسوا بتاعها مظبوط، وطعمها والله بجد جميل جدا، هتعجبك. جربيها وما تنسيش تعملي لي بقى اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.